محمود هاشم محمود عبد المعطي. هذه والديه ولا ايه؟ كان موجود. حضرت المحكمة حضورية أولا بمعاقبة محمود هاشم محمود عبد المعطي السجن المشدد لمدة 15 عاما وتمريره 50,000 جنيه على المواسم الدائرية. ثانيا إلغاء رخصة القيادة الخاصة به. ثالثا إلغاء المصاريف الجنائية. رابعا في الدعوة المدنية في حالتها للمحكمة المدنية الفصل الموضوع. ربع الجلسة. التي تكاملت حتى غدت كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. حجة تلو الحجة، دليلا دامغا يعقبه دليل. وكانت تلك الأدلة إنتاج ما استخلصته النيابة العامة من تحقيقاته، وهي استطرحها على هيئتهم الموقرة، وهي تعلم علم اليقين أن المرجع في الدعوة وما تستخلصونه منها، ولا يحد اقتناعكم فيها حد غير ضمائر. فأما بشأن ما نسبة المتهم محمود هاشم محمود من جريمة الشروع في خطف المجني عليها كرها عنه، فلقد تضافرت الأدلة على ثبوته ثبوتا يقينيا في حقه. وأول تلك الأدلة التي عولت عليها النيابة العامة في حمل لواء الاتهام قبل المتهم ما شهد به المدعو عمرو بلال إبراهيم عبد النجيب شاهد الواقعة ومبصره، والذي شهد فإنه حال تصادف مروره في محل الواقع أبصر المجني عليها حال قفزها من داخل إحدى المركبات وسقوطها في منتصف الطريق العام، مما حدا به بالترجل من داخل المركبة استقلالا مهرولا نحو المجني عليها، محاولا نجدتها وتجنيبها من إطارات المركبات العابرة في محل الواقع، وما أن اقترب منها إلا وهمست في كلتا أذنيه وانهمرت بعبارة من مقلتيها مصحوبة بصوت واهن خفي يتدفق أنين أنطقها به الله قبل لقائه مضمونه: أوبر كان بيخطف لي وأنا نطيت في العربية. وكان المولى تبارك وتعالى قد أفاض عليها من رحمته وواسع عطاياه حتى تفصح في عبارة موجزة أفضل بها إليه دون إفراط أو خيال، كاشفة ما وقع عليها أثناء استقلالها صحبة المتهم قبل أن تفقد وعيها وتدرك في سبات عميق.
وأضاف الشاهد بأنه أبصر ما بالمجني عليها من إصابات بيديها وبقدميها وبرأسها تسيل منها دماء نتجت عن هروبها من المتهم، وهو ما تأيد بما خلصت إليه التقارير الطبية الصادرة عن مستشفى المركز الطبي العالمي بإصابة المجني عليها بإصابة شديدة بالرأس دخلت على إثرها في غيبوبة استمرت نحو 21 يوما حتى إلى أن فاضت روحها إلى بارها على إثر تلك الإصابات وما أحدثته من نزيف بالمخ. وأما عن ثاني تلك الأدلة ما شهدت به الأم المكلومة دينا إسماعيل محمد إسماعيل بأنه حال استقلال نجلتها المجني عليها لسيارة المتهم تلقت منها اتصالا هاتفيا عبرت لها عما ضاق به صدرها من ارتياب من تصرفات المتهم.